تخيل إنك ماشي في الشارع وفجأة كل حاجة حواليك بتتغير. بتلاقي نفسك في زمن تاني، المباني شكلها قديم، الناس لابسين لبس مختلف. بتحاول تستوعب اللي بيحصل، ترمش بعينك، وفجأة كل حاجة بترجع زي ما كانت. هل ده مجرد خيال ولا الزمن ممكن فعلا يرجع؟ والأخطر من كده، هل في ناس عايشين دلوقتي ومروا بنفس التجربة دي؟ القصة الحقيقية اللي حيرت العلماء سنة 1979، شخصين بريطانيين كانوا في فرنسا دخلوا أوتيل قديم جدا. كل حاجة فيه كانت غريبة. الناس لابسين هدوم من القرن ال19، مفيش تليفونات ولا كهرباء ولا أي حاجة حديثة. وتاني يوم مشيوا، وبعد فترة لما حاولوا يرجعوا تاني لنفس المكان، الأوتيل مش موجود أصلا. ولما بحثوا في السجلات اكتشفوا إن الأوتيل ده اتدمر بالكامل من أكتر من 100 سنة. طب هل الزمن ممكن يتلخبط؟ العلم بيقول إن الزمن مش خط مستقيم زي ما احنا فاكرين. في نظريات علمية بتقول إن ممكن قفزات زمنية أو تشوهات في الزمن تخلي ناس تشوف الماضي أو المستقبل للحظات. وكل ده بيخلينا نتساءل، هل في فعلا ناس رجعت بالزمن؟ في حالات مسجلة لأشخاص بيقولوا إنهم رجعوا لأحداث قديمة وعاشوها، زي شخص في روسيا ادعى إنه رجع 100 سنة وفضل هناك أيام. وحالة شخص في أمريكا دخل مكان معين وخرج للدنيا بعدها ب10 سنين. والغريب إن بعض اللي ادعوا كده ذكروا تفاصيل تاريخية ما كانش المفروض إنهم يعرفوها. طيب هل انت عندك تفسير لده؟ بعض العلماء بيقولوا إن عقلنا ممكن يتعرض لحالة توهان زمني ويشوف حاجات مش حقيقية. لكن لو كده، إزاي أكتر من شخص في أماكن مختلفة قال نفس الكلام؟ وهنا السؤال الأكبر: لو الزمن ممكن يرجع، هل ده معناه إن المستقبل كان موجود؟ والأخطر، هل في حد قدر يسافر للمستقبل وشاف اللي حصل؟